يا اخوان، في مشكلة كبيرة وخطيرة منتشرة بين البيوت والمجتمعات، واشوف الناس ساكتين عنها، وانا بتكلم عنها لان كثرت علي الرسائل خاصة من رمضان الى اليوم. يا اخواني، بنات وصلت اعمارهم 38 و40 سنة ما زالوا ابكار في بيوتها لهم، ورب الكعبة انهم يقولون اعمارنا فوق 40 ما حد خذهم، من غير طبعا المطلقات اللي في العشرينات والثلاثين، البيوت مليانة ما حد خذهم. وشباب في بالي وصلت اعمارهم 30 سنة يسيرون ومتسدحين في الشقق، عيال يتزوجوا. طبعا كلكم بتقولون بسبب غلاء المهور والتكاليف والمشاكل والخوف، وتعددوا الاسباب اللي انا خابرها، وانا اقول لكم صح، لكن في سبب يا اخواني يمكنكم غافلين عنه وهو مهم ترى، وهو انعدام التكافل الاجتماعي اللي كان موجود زمان ايام ابائنا واجدادنا. من اول ما كان الرجال يرضى ان اخوانه عندهم بنات عزيم حتخذهم يتركهم، ومن اول كانوا النسوان اللي فيهم خير ما يرضون ان اخوانهم ولا لحمهم دمهم عندهم بنات مزاويج ولا حتخذهم يسكتون عنهم. الواجب على الرجال لا شاف عند اخوانه بنات اما زوجهم عياله ولا سعى في تزويجهم ولا دل عليهم. وايضا المراه اذا درت ان اختها ولا اخوها عنده بنات مزاويج ما حتخذهم، انها تسعى في تزويجهم ولا تدل عليهم ولا تزوج عيالهم. اخواني انتبهوا لانفسكم. وايضا مشكله ثانيه ان البنات اصبحوا يزهدون في عيال الجماعه، يقولون ما نبغاهم، وعيال الجماعه اصبحوا يزهدون في بنات الجماعه، يقولون ما نبغاهم، كلهم يبغون واحد اللي يجي من برا، وذولا قعدوا طيحان ما حد خذهم، وذولا قعدوا طيحان ما حد خذهم، يتحرون اللي يجي من برا، وكبار السن والشيبان والنسوان العقلاء راحوا في جره هذا الجهله. وبعضهم لا كلمته قال يا اخي كلمتهم يقولون ما يبغون. يتكلم لك شباب وبنات مراهقين. يا رجل انت عاقل، ما في بنت ولا شاب يتعدى عمره 15 او يبلغ الا والبنت عندها ميول للرجل والشاب عنده ميول للمرأة، وهذه فطرة الله في خلقه. كيف تكلمهم؟ يمكنهم مستحيين، يمكنهم جهلة، يمكنهم ما يعرفون، يمكنهم دايجين، تتركهم على كيفهم. يا اخواني افزعوا. الكبير العائلة اللي فيه شيمة ودين وحمية ما يرضى ان عيال اخوه ولا عيال بني عمه عزيب ما حد خذهم وكان الامر ما يعنيه. او المرأة العاقلة ما ترضى على عيال اخوها ولا عيال اخته. زوجوا عيالكم من بنات قرايبكم، واذا عيوا فاقل شيء دلوا على تزويجهم ولا تطوعون الشباب. وتقولون ما عندهم، ما توظفوا، ما قالوا. عانوكم تروحون تدينوا للشاب كامري ب70,000 لاجل يفحط بها، تدينوا له 40-30,000 وزوجوه وعفوه واحصنوه من الذنوب والمعاصي والدجة، واعطوه بنت رجال يكون هو اياها اسرة صاحية وبيرزقكم الله سبحانه وتعالى. وانت ايضا اللي عندك بنات اخطب لبنتك، في الصحابة اخطب لبناتهم، واصرف على بنتك مثل ما تصرف على ولدك، والله لو تدفع مهر من جيبك الخاص لاجل تعف بنتك وتسترها ما انت على ندامة.